وبأقدام بيسكو سجلوها. ظهر فاندرسون في الوقت المناسب وعلى الصدر ثم التصويب والقائم يؤجل، ولكن بيسكو يأتي في الوقت المناسب. 1-0 للأحلام. الحلم قد يصبح حقيقة، وبعد غياب 1830 يوم قد يعود العربي ليبرهن على انتصاره على الريان بعد حرمان 5 سنوات. بعد حرمان 1830 يوم ينجح النادي العربي في أن يسجل حتى اللحظة أول أهداف اللقاء لصالح نادي العربي. يا سلام يا سلام، في شك لمسة يد، لكن حكم اللقاء قريب ويقول لا شيء. ارتطمت في القائم، المتابعة عربوية والهدف عرباوي ليتقدم العربي بأول أهداف اللقاء 1-0. 1-0. أخيرا ظهر فاندرسون، خدع على الصدر بشكل جميل أصوب، ولكن القائم الأيمن يرفع شعار عفوا، ومرمى نادي الريان يرفع شعار لبسكوليتشي عفوا ما بحبش حد الا انت. السنه اللي فاتت لما فاز العربي 1-0 برضه اللي سجل بسكوليتشي. هذا العام عندما يتقدم العربي بهدف برضه بسكوليتشي، والاول مره افونسو ليكون هداف الدوري بمعيه النجم الكبير والهداف الاول حتى الان داجانو. هل يتعادل الريان؟ هل يفشل العربي بعد 1830 يوم من الفوز على الريان؟ ضربه جزاء للريان، عملها وكلمته قالها، عملها وبصمته قالها، عملها وكلمته قالها، ليتقدم الريان 1-1. نعم يتقدم افونسو ب5 اهدافه، يصبح هدافا للدوري مع داجانو. اذا افونسو جاله عجن من جديد عليه باله. برافو افونسو، ضربة الجزاء في هدوء في ثقة، راح معاها رجب حمزة. الدقيقة 83 تعلن عن عودة الريان، وهدف افونسو هو 5 اهداف الفريق. برافو 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 رجب حمزة، حاول ولكن كانت العظمة والتركيز والقوة وسرعة الكرة ودقتها لافونسو ليعلن عن هدف التعادل 1-1. الخطأ كان على عبد العزيز السليطي فعلا، وضربة الجزاء فعلا كانت واضحة.